حاجة مستفزة جدًا، الست الدكتورة اللي هي اتكلمت في أعراض الناس ودلوقتي بقت أشهر من نار على العلم يعني بالأسلوب اللي هي استخدمته يعني الفَج. حاجة غريبة بقى إن جوزها بيدافع عنها ويقول لك عملت الصح، والغريب إن هو دكتور برضه، يعني على ما سمعنا يعني. هو طبعًا أنا مش مستغربة إن هو يدافع عنها لإنها مراته طبعًا. وطبعًا هي أديكم شايفينها بتتكلم إزاي وأسلوبها إزاي، فأكيد لازم يدافع عنها، أكيد يعني. ودي ما علينا في الحتّة دي. لكن يعني المثير بقى للاشمئزاز أو للتعجُّب، إن هي بتقول إن أنا ما جِبتش سيرة أسماء ولا عناوين ولا كلام زي كده، وبيطبّل وراها بقى التنظيم الإخواني المعروف. بيقول نفس الكلام. طب هي ما بتقول ما قالتش أسماء، ماشي، طب هي بالعكس دي هي عمّمت، والتعميم ده يعني الأخطر، لإن أنا مثلًا لمّا أعرف إن هي كانت شغّالة في مستشفى كذا، أي حد يخش المستشفى هيبقى في حالة شَك، في حالة تشكيك فيه. لو زوج عارف إن مراته بتروح المستشفى دي بتتردد عليها وهي الست دي فيها، هيقول الله أعلم، ما هي بتقول في واحدة جاية حامل وكانت حمل سفاح وكانت هتلبّسه لجوزها العيّل لولا إن هي بس اتعرفت وما أعرفش إيه. يعني ما كل واحد بقى يقول لك ده أنا مراتي راحت اليوم دوّة، والّا بنتي كانت هناك، والّا بتاع. طب ما هي بتشكّك فيها، أساسًا بتشكّك في البلد كلّها اللي هي بتشتغل فيها، لإن الناس اللي في البلد ديّة هيقول لك طب إحنا اتوصمنا ليه؟ يعني أنا قاعد في البلد دي لمّا يتقال إن البلد دي فيها حمل سفاح وفيها لإنها مش بتشتغل في مصر كلّها أكيد يعني. مش بتشتغل في كل مستشفيات مصر من طولها ولعرضها. هي بتشتغل في مستشفى زي ما قالت، وهي حتى متدربة، ما هياش يعني لا أخصائية زي ما ادعت ولا الكلام زي كده، لا أخصائية نسا ولا كلام زي كده. بعدين هي ادعت إن هي يعني بتتكلم بكل ثقة على إن هي عندها الإحصائيات بقى، والبت ماسكة إيه يعني مسكات على كل واحدة بقى، وكل واحدة تربي عيالها ماشي، أنت مش مسؤولة تربية أنت أصلا. بعدين راجعي نفسك أنت في موضوع التربية ده أصلا. يعني هي وصمت بلد بحالها. يعني حتى يعني هي مش بتعمل طبعًا في مستشفيات مصر، وصمت البلد اللي هي بتعمل فيها، اللي فيها في المستشفى اللي هي بتعمل فيها، أو تشكِّك الناس اللي فيها إن دول مين، ما يمكن وييجي حد يخطب من عندهم يقول لك أنا مش عرّفني، ده بتقول بناتهم كلّهم منفلتين عندهم زنا وعندهم انفلات وحاجات زي كده. يعني ليه كده؟ يعني هي بالعكس التعميم ده أهان ناس كتير. وهو أساسًا من الأساس هي لا تتكلم في العام ولا في الخاص، هي مش مشكلتها ولا شغلتها، هي حتّة متدربة لسه يا دوبك على الله يعني، أول ما شطحت نطحت.